اخويا عزمنا عنده في البيت وما كنتش متوقعة خالص ان مرات اخويا تعمل كده. اخويا بقالنا 4 سنين ما دخلناش بقى بيته، فقال لنا بقى انتوا بقالكوا كتير ما جيتوش عندي، يلا بقى تعالوا كلكوا وانا هعزمكوا على الغدا جميل جدا. فاحنا طبعا فرحنا جدا وقلنا خلاص هنروح له، فاحنا رحنا له انا ومامتي وكمان اختي وعيالنا وكمان بابايا، والوقت اللي احنا رحنا له فيه كان بقى وقت غدا. واخويا كمان كان اليوم ده في الشغل، فهو كان مروح قبلينا بحوالي ربع ساعة بس. المهم بقى ان احنا رحنا وكانوا بيحطوا الغدا، والغدا بقى كان عبارة عن مكرونة كمان بانيه، بس بقى مش دي المشكلة خالص، هو الحمد لله على اي اكل، والمهم كمان اللمة. المشكلة بقى ان بابايا كان تعبان وقتها وقال بقى لمرات اخويا ان انا ما ينفعش اكل الاكل ده، انا بس عايز شوربة لسان عصفور. وردها بقى كان مفاجأة لينا كلنا، لانها بقى بتقوله معلش يا عمي انا مش هقدر اعمله لاني واقفة طول اليوم في المطبخ وتعبانة، واخويا كمان مداش اي رد فعل خالص.